كمان؟ شو بك عم تطلعي؟ طبعا مستغربة، ما عندك اولاد، لهيك ما بتعرفي شو يعني الواحد عم يعتني بأبوه. على فكرة إذا بدك تضلي هون رح نجيب حدا بدالك بالمعمل. مشكلتك انك فكرت حالك كبرت، بس يلي بيعمل هيك بأبوه أوطن من الصرماية. ما بيشرفني اشتغل عنده. اطلعي لبرا وليه؟ اطلعي لبرا ولك كلبة، اطلعي لبرا! كسر ايدك، اطلعي لبرا! علي الأصل، كسر ايدك. اطلعي لبرا! ما بدي هون! لك عم تلاقيني كل ما شفت كلبة، أنا كل شيء عم أعمله إني ضرب جنبك ودير بالي عليك. ليش هيك عملت؟ هيك ممكن يصير بإيدك فاطمة، تفضل لسريرك لو سمحت. أمل جيبي لي إبرة جديدة أوان، وأنت إذا بتريد تطلع لبرا. شو شغلك مرق على أنفي؟ عم أقول لك اطلع لبرا أحسن ما أطلب لك الأمن. ها؟ شو هاد؟ مثل ما سمعت، وجودك هون عم يوتر له أعصابه، وأنا حريص على مرضاي. حبيبي نحن هون بمصارينا، يعني أنت عم تاخذ راتبك مني، يعني أنا اللي بأمرك. إذا ما بتطلع لبرا بضطر طالعك بالقوة. يلا يلا شوف شغلك بعدين طالعني بالقوة. بوس ايدك تهدى، بوس ايدك تهدى. عم تضرب كمان؟ ماشي يا سيدي، ما اريد في حساب المشفى، خليها الكلبة تدفع لك. أرجوك تهدى أستاذ، أرجوك تهدى. لا الجرح صار منيح والحالة ما عادت تخوف. يومين وبتصير تشرب مي مشان نمهد لحالة انك ترجع تاكل طبيعي. استاذ ان شاء الله بتتحسن عن قريب. عليك العافية. صباح الخير دكتور. صباح النور. شو طمني؟ وضعه اليوم مو عاجبني، حاسس أزمته النفسية بلشت. بس امبارح كان كثير منيح. امبارح شيء واليوم شيء ثاني. اليوم وجهه ما ريحني ابدا، واللي مستغربه انه واحد اخذ قرار ما لازم ينهار او يكتئب ابدا، لانه لسانه ما راح بحادث، راح بقرار. مشكلته الأكبر هي ابنه. لا تنسى يا دكتور إنه في كتير قرارات بناخدها وبعدين بنندم عليها. انت ادرى بنفسيته، حاولي تخففي عنه من غير ما يحسك انك عم تشفقي عليه، لانه هلا هو بحاجة الناس اللي بتحبه. شكرا. على فكرة يومين تانيين وبيقدر يغادر المستشفى. إن شاء الله. مع السلامة.